السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. يلا بينا على بداية الاخبار، بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. رضا عبد العال: النصر يمتلك رونالدو وماني وأسماء كبيرة، ولكن على أرض الواقع مشطبين غير قادرين على العطاء. الزمالك كان يستطيع وواصل ركلة جزاء الزمالك أمام النصر، نفس اللعبة اللي احتسبت ضده في مباراة الشباب وتم الاعتراض عليها. وأضاف مباراة الزمالك والنصر مثل عيان بيزق في ميت، المباراة لم يكن فيها كرة قدم. وشدد أوسوريو يتحمل مسؤولية تعادل الزمالك أمام النصر السعودي، وكان قريبا من تحقيق الفوز في مباراة النصر. وتابع فريق الاتحاد المنستيري ليس مقياسا لتقييم أداء الزمالك، وهو ما حدث في مباراتي الشباب السعودي والنصر. فاروق جعفر: تغييرات أوسوريو غريبة بعد ما سحب سيف الجزيري ودفع بعمر جابر وشيكابالا في خط الهجوم، بينما كان الجزيري هو الأفضل ونجح في الحصول على ركلة جزاء. ورغم ذلك هناك لاعبين قدموا مستوى جيد مثل عمرو السيسي ودونجا. وواصل الكرة الوحيدة الخطيرة التي لعبت على مرمى الزمالك تم تسجيلها من رونالدو على في غياب الظهير الأيسر بعدما تم نقل فتوح من مكانه، وافتقد الفريق للتغطية العكسية في هذه اللعبة. فاروق جعفر: المفترض أن يلعب أوسوريو على قدرات لاعبي الزمالك، ولا أعرف سر إصراره على تغيير مراكز اللاعبين، وكان قريبا من الفوز ولكنه قام بالتأليف، ولم أفهم تغييرته في الشوط الثاني. ورونالدو كان غائبا طوال اللقاء حتى شاهدناه يسجل الهدف، وكريستيانو لم يفعل شيء سوى الهدف. وأكمل هناك لاعبين استعادة الثقة بشكل كبير من خلال البطولة العربية مثل حسام عبد المجيد وأحمد فتوح وكذلك زيزو، وأخطاء الجهاز الفني ساهمت في الخروج المبكر من البطولة. فاروق جعفر رأيه هو رحيل أوسوريو، فهو لا ينزل لمستوى اللاعبين ولا اللاعبين ستصعد لمستوى تفكيره ولا يسمع الآخرين، ولذلك أرى أنه من الأفضل رحيله، ولا يجب الدفاع عنه بعد فقدان كل البطولات هذا الموسم. وخسر مع الزمالك معظم المواجهات القوية، وأتم صفقات بيراميدز تدل على أنه يطمع في التتويج بالبطولات ويضم عناصر مميزة. وسيف جعفر سيدخل في منافسة مع اللاعبين، والأفضل هو من يشارك، كما أن محمد حمدي من أبرز اللاعبين في مصر خارج الأهلي والزمالك. خالد جلال مدرب الزمالك السابق أكد أنه يتمنى احتراف أحمد سيد زيزو في أوروبا، لأنه لاعب مميز وموهوب ويستحق التحية على أدائه في البطولة العربية. وأشار إلى أن زيزو لاعب موهوب وحقق النجاحات مع الزمالك خلال مشواره. وأوضح أن شيكابالا أحد رموز الزمالك، وكلماته بعد المباراة ومستواه في اللقاءات الأخيرة بالبطولة العربية كان مميزا. خالد جلال: أوسوريو أخطأ في تبديل التونسي سيف الدين الجزيري مبكرا، لأن الجزيري كان يستطيع تنفيذ هجمات مرتدة. وأوضح أن أوسوريو لم يقم بإدارة المباراة بالصورة المطلوبة أمام النصر، ودفع ثمن قلقه المبالغ فيه خلال لقائي الشباب والنصر. خالد جلال: الزمالك لعب في مجموعة صعبة للغاية، لم تحسم سوى في اللحظات الأخيرة بعكس مجموعات أخرى شهدت حسم مقاعد التأهل لربع النهائي. وأوضح أن الزمالك يواجه ظروفا صعبة للغاية، ودخل البطولة بدون انتدابات ولم يحسم أي صفقات تدعم صفوفه، بخلاف أنه خرج من موسم كان صعبا وسيئا للفريق. خالد جلال: أوسوريو قام بتغيير طريقة اللعب بين مباراة الاتحاد المنستيري التونسي الأولى ومباراة الشباب السعودي بالجولة الثانية. وأضاف تغييرات أوسوريو تربك اللاعبين، خاصة أنه يلعب بطريقة مختلفة من مباراة لأخرى. وتابع الدليل على كلام أحمد فتوح، فهو رائع في خط الوسط ولكنه لا يقدم أفضل مستوياته في هذا المركز بعكس مركزه الأصلي كظهير أيسر. أحمد عيد عبد الملك: أوسوريو تعجل في استبدال سيف الدين الجزيري، لكنه كان جيدا في الشوط الأول وكان عليه أن يكمل بنفس المستوى، لكن تم تغييره الشوط الثاني وأجرى عدة تغييرات ساهمت في فقدان فرصة الصعود. وأضاف الزمالك في حاجة لاعب وسط بكواليتي مختلف عن العناصر المتواجدة حاليا، ومحمود حمادة من العناصر الجيدة، لكن الفريق في حاجة لضم لاعب مثل إمام عاشور. ووصل كريستيانو رونالدو لاعب قوي وظاهرة مختلفة في كرة القدم بسبب الأهداف التي يسجلها برأسه. وأكد حتى لو الزمالك لم يضم صفقات قوية فسوف يظل منافس في الموسم المقبل، والزمالك سوف يستفيد من المبلغ في أي وقت سيقوم كهربا بدفعه. ميدو: بالمناسبة بشكر كابتن حازم، الراجل حارب معايا امبارح في موضوع قيد اللاعيبة، وتابع أحسن حاجتين حصلوا للزمالك في آخر 4 شهور، إن إحنا الحمد لله نجحنا إن إحنا نجيب مدرب كبير، وأكمل إن مرتضى منصور كان عنده الشجاعة إنه يمشي وما كبرش حتى لو متأخر، وأتم دلوقتي ناقص حاجة واحدة، إن المجلس ده يستقيل فورا. ميدو عبر تويتر صباح اليوم: الزمالك في مفترق طرق، من السهل جدا علاج مشاكل الفريق الواضحة للجميع. وأضاف: التعاقد مع 4 لاعبين والإبقاء على أوسوريو سيجعل الفريق منافسا قويا على كل البطولات الموسم القادم. وتابع: آليات التنفيذ صعبة ومحبطة، النادي غرقان في الديون، ومحاولة تنفيذ أي شيء على أرض الواقع قد تكون مستحيلة إذا
لم تتدخل الدولة لإنقاذ الزمالك، فأتوقع موسم كارثي جديد في كل الألعاب. وأكمل: يعلم الله أني أحاول كل يوم علاج مشاكل النادي، ولكن أول مرة في حياتي الإحباط يتملك مني بهذه الدرجة. أنا بطبعي شخص متفائل وإيجابي، ولكن الوضع الذي وصل إليه الزمالك يكسر أي حد. ميدو: امبارح طول اليوم بحارب مع المسؤولين في اتحاد الكرة علشان نفتح القيد للناشئين، والحمد لله نجحنا في فتح القيد، وروحت حاسس اني عملت معجزة، رغم ان المفروض ده اجراء طبيعي بيتعمل في 3 دقايق. وارضى بقالي شهر مجهز عقد المدير الفني السويسري لقطاع الناشئين، راجل هيوفر علينا ملايين وهيخلي الزمالك عنده مشروع حقيقي لكرة القدم. للأسف مفيش حد راضي يوقع العقد، وأتم ده مثال بسيط للي بيجرى كل يوم. لازم الدولة تتدخل في أسرع وقت، دي شهادتي قدام ربنا لجمهور الزمالك. أحمد عيد عبد الملك: الدولة تتدخل الأول ونجيب حد يدير النادي، يوفر للنادي دخل، مش يسيب لنا ناس بتدمر النادي حرفيا. وتابع من الآخر يا عالمي، هم جابوك علشان تتصدر المشهد، ويوعدوك بكلام وتطلع تقول ومفيش حاجة بتتعمل منه. وأضاف: ما عندناش مشكلة نفضل 6 سنة أو 2 نتعافى، بس النادي يبقى للناس اللي بتحبه مش للناس اللي بتحرقه. وأكمل: ممكن تقول لي المسؤول عن الكرة في النادي هو فين من 3 شهور وما بيظهرش غير لما الفرقة بتكسب ونمشي كويس ليه؟ وأتم: هم للأسف حطوك في المشهد علشان تشيل عنهم بس.